في تمام الساعة 10:11 من مساء يوم السبت المنصرم، ومن منطقة الضبية وتحديدا من مبنى البلوبري سكوير، خطف المواطن شربل بويونس. العملية لم تكن كما عمليات الخطف المعتادة، فهذه المرة المخطوف كان يعرف خاطفيه. انعرض علي عرض شغل أنا من أحد الأشخاص. بعد كذا اجتماع أنا وياهم تم الديل شفهي. اتفقنا على بادجت معين إنه عنا رينوفيشن محل. نهار الجمعة فتح المحل طبيعي. تاني نهار السبت نزلت على المحل الساعة 9 بالليل أنا والشباب. فتحنا باب المحل لقينا الكهرباء مقطوعة. من تليفون لتليفون بتفاجئ إنه الشباب عليهم مبلغ هائل من المصاري. من هنا بدأت عملية الخاطفين، ولكن كيف وقع شربل في فخهم؟ تابعوا التفاصيل. لقيت التليفون دقيت له كأول ردة فعل يعني. قلت له انه ما بصير هيك هالشغل، انه انت مش قايل لي انه عليك هيك 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 هيك. قال لي مش مشكلة، انا رايح اجيب حل، انا رايح لاقي حل. في شخص بده يلقي لي على الدورة، بدي اتلاقى انا وياك، بده يعطيني مصاري ونروح. نزلنا على الباركينج، قال لي اطلع بدي اروح انا وياك على الدورة. طلعت معه بالسيارة، كانوا 3 شباب هن. بس قطعنا الدورة تليفوني بايدي وكل شيء طبيعي. قال لي بده يلقي لي على الصياد. قبل ما نوصل على الصياد بشوي هن عم بيحكوا بلهجة بدو. فقلت له انا صف على اليمين، اجاني تليفون بدي احكي تليفون. بعد كذا معاندة انا وياه صف على اليمين، نزلت عملت حالي عم بحكي على التليفون. بينزلوا 3 شباب، واحد على شمالي واحد على يميني وواحد وراي، يعني مثل كأنه ما بدهم يخلوني فل، او اذا بدي جرب اعمل شيء بدهم يقاوموني. بعد شي ربع ساعة عن التليفون جربت اقطع الطريق. انا قطعت الطريق قبل الصياد، مسكر يعني فاصل الطريق، فاصل ببتون. وصلت لمطرح مسكر الطريق، كانوا قدروا تلقطوا فيي مزبوط. تلقطوا فيه مزبوط. رجعنا طلعنا على السيارة، قال عم نحكي على رواق، قال لي شربل بدنا نحل القصة وبدنا نشوف أنا كيف بدي أتعهد لها للمرة. قلت له ما في مشكلة، بدك تحل القصة. فالتليفون بإيدي، ببعت أنا لايف لوكيشن لخيي. بينسحب التليفون من إيدي، بتمحى اللايف لوكيشن وبقول لي يلا على البقاع. بيلا على البقاع كشف قناع الخاطفين ومخططهم الخفي الذي يحمل في طياته فدية مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي. فالشخص اللي وراني بمد إيده من ورا ظهري، بقفل الباب وبيغدرني، بيكبسني ومع تهدية إيدي وخبيط. وصلنا تقريبا بعد الكحالة بشوي. بيقوم عم بدق تليفون، انه ليلة سبت زبونات عم بتدق، عالم عم بتدق، صار يرد كأنه انا. بيقوم بدق لي شاب صاحبي اللي بالدولة، عم بشوف شو القصة وشو الموضوع. بيقوم بيرد عليه الخاطف، اذا بدك الراس المدبر تبع الخطف. بيرد عليه بيقول له شربل انا خاطفه على اونت الياس، وبس اخذ براءة ذمة انه ما علي شيء بالمحل، كل شيء كسور قديم انا ما خصني فيه، برد لكم شربل. وسكر الخط. بس قطعنا مسافة، عرف انه هو اللي الشخص اللي دق بالدولة، بجهاز امن المخابرات. خاطفون ثلاثة يتحدثون باللهجة البدوية، خاطفون ثلاثة مروا بسياراتهم بسلاسة وسهولة عبر حاجز قوى الأمن الداخلي في ظهر البيدر. وصلنا على تقريبا قبل ظهر البيدر. قال لي هلا بيحكوا هني بالبدو بين بعض، قال له انه هون جماعتنا اليوم. فبس وصلنا قبل الحاجز، بيتضوى بيتطفى بالسيارة، بيقطع عنصر قوى الأمن بالصدفة، مش بالصدفة يمكن ما بعرف. هذا الشيء اللي خلاني أتأكد إنه أنا مخطوف. بيقطع عسكر من ميلة الشمال، من ميلة التوجيه على ميلة اليمين، تقطع السيارة خط عسكري على ظهر البيدر. بس قطعنا ظهر البيدر بدقيقتين، بيفتح التليفون بدق لأهلي من تليفوني أنا. بقول لهم شربل أنا خطفته على البقاع، بس طلعوا لي فدية 10,000 دولار، أنا برد لكم شربل صاخ سليم ما باشي. وصلنا بتذكر على قب الياس، وفتنا بطريق مقطوعة. هون كانوا هن عم بحسوا إنه يا عم بيوعوا على غلطهم، يا عم بيعرفوا إنه في شيء. وصلنا على قب الياس، طلع في قال لي عم بنزح أنا مع خطفك، أنا بدي طلعك لهون على البقاع، عبالي أتعشى أنا وياك، وهلأ شوي بننزل على بيروت. أكيد بفضل مديرية المخابرات وحضرة العميد محمد الأمين، اللي بيشتغل بطريقة كانت تحدد موقعي أنا وين. في فندق ديلورا في شتورة انتهت رحلة شربل والخاطفين مع تدخل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. رحنا على أوتيل ديلورا بشتورة. بالنهاية تهددت إنه ما بين على حدا شيء. ففتت قعدت بقلب الأوتيل، قعدوني بلوبي. بينزل شخص من الشخص الثالث، يعني هن 3 شباب، بينزل شخص ثالث بيقول له أنا حجيب السيارة
للباركينج تحت الأرض. وهن طالعين على الطريق عم بيحكوا بطريقة البدء إنه بدهم يبدلوا السيارات أو شيء هيك تيقدروا يقطعوا حدود. قاعدين باللوبي على أساس ما في شيء، بس إنه كان في مخبرين أكيد وجهاز أمن المخابرات واتداهموا الشباب. الساعة إذا بدك على قد 12:57 دقيقة أنا كنت عند مركز المخابرات. عملية خطف استمرت 4 ساعات تقريباً، استطاعت معها مديرية المخابرات من تسجيل إنجاز نوعي يضاف إلى سجلاتها الحافلة بإنهاء عمليات مماثلة، لتؤكد مرة جديدة أن الأمن لا يزال ممسوكاً حتى الساعة.